العباية الكتف جائزة، وما قول العلماء عنها؟ يقول الشيخ الفوزان: العباءة ما هي للكتف، للرأس، تحط على الرأس إلى القدم عند الخروج، ما تخليها على كتفيها، ولا يتم الستر بذلك. ابن عثيمين: أرى أن لا تلبس المرأة عباتها على كتفها إذا خرجت من بيتها، لأن لبسها على الكتف يبين شيئا من مقاطع جسمها. الشيخ اللحيدان: أنا عندي أن المرأة اللي تلبس العباءة على الكتفين أنها آثمة، لأن الذي نهى أن تمشي المرأة مشية الرجل أو تلبس لبسة الرجل. ابن باز: ولبس العباءة على الكتفين تشبه بالرجل، الواجب أن تلبسها كالعادة فوق رأسها مع العناية بالتستر والبعد عن التشبه بالرجال وعن أسباب الفتنة من إظهار أي شيء من زينتها. وليد السعيدان: فلا يجوز للمرأة أن تجعل عباءتها على الكتف حتى ولو لفت على رأسها وكتفيها هذا الغطاء، لأن لبس العباءة على الكتف يدخلها في التشبه بالرجال، إذ أن لبس العباءة أو البشت على الأكتاف من خصائص الرجال. هذا قول علمائنا ومشايخنا الفضلاء.